النادي الأهلي على موعد مع تحقيق بطولة جديدة، وهي المرة التاسعة في بطولة السوبر الأفريقي أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري. أهلا وسهلا بيكم حبايبي، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد أول بأول. النهاردة هنتابع معاكم مباراة النادي الأهلي أمام نادي اتحاد العاصمة الجزائري في السعودية الساعة إن شاء الله 9 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب مدينة الطائف. مباراة صعبة على النادي الأهلي، ولكن الأهلي قادر على تحقيق البطولة. كولر اختار انه يلعب بتشكيل مفاجأة قوية جدا بإشراكه بإمام عاشور وكمان رضا سليم. يلا بينا نعرف تشكيلة النادي الأهلي في مباراة النهاردة. في حراسة المرمى محمد الشناوي، على اليمين بيلعب بمحمد هاني، وعلى الشمال يلعب بعلي معلول. اتنين في قلب الدفاع يلعب برامي ربيعة وبجواره محمد عبد المنعم. 3 في نص الملعب هيلعب بديانج وجنبه مروان عطية، وقدامه هيلعب بإمام عاشور. هيلعب طبعا حسين الشحات على اليمين، وهيلعب برضا سليم على الشمال، وأمامهم في الهجوم محمود عبد المنعم كهربا، وهي تشكيل 4-2-3-1 ومهام جديدة لإمام عاشور في نص الملعب. اكتب لنا في كومنت وقول لنا توقعك، وكمان ما تنساش تعمل اشتراك في القناة علشان يوصلك بس المباراة النهارده، مباراة الأهلي واتحاد العاصمة.